أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباح الخير سيدتي الجميلة، صباح الخير صديقي العزيز، وكلمتين ونص وعلى السريع. وعايزين ياخدوا زمانهم وزمن غيرهم. مين هم اللي عايزين ياخدوا زمانهم وزمن غيرهم؟ الشلل بتاع عصر مبارك الله يرحمه، الشلل اللي كانت خرباها أو نهباها أو قاعدة على تلها. الشلل بتتكون أو اتكونت بقى، خلاص ارتاحوا راحوا وبتاع وعرفوا الدنيا فلما ابتدوا يلموا يجمعوا بقى ايه على بعض تاني كده. طب وندي مثل صغير كده، مثل صغير، مثلا واحد زي مرتضى منصور ده، يا اخي ما تسيب النادي الناس تانية غيرك. هو ما فيش غيرك انت اللي بيعرف؟ يعني انت اللي بتعرف والدنيا كلها دي ما بتعرفش؟ عيلتك هي اللي بتعرف والدنيا كلها ما بتعرفش؟ لا 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 لا، في غيرك كتير يصلح واحسن ويمكن احسن منك بكتير قوي. خلاص كفايانا بقى يعني. والناس وسايبينه ليه؟ الدولة سايباه ليه؟ انا نفسي افهم يعني. عشان حافظ شوية القانون يعني ويخش لكم الباب ده وعارف الخوازيق بتاعت القوانين؟ الناس بتخاف منه ليه؟ نفسي افهم. مين يعني؟ هو ده انزل من عند رب العالمين لوحده في الدنيا؟ مش ممكن، مش ممكن طبعا. انما احنا بنقول خلاص يا اخي ما تاخدش زمنك وزمن غيرك، في ناس تانية تقدر تجدد الدم وتعمل حاجات حلوة كتير. ما كفاية بقى اللي انت خدته، كفاية عليك كده يعني كفاية. مثل مرتضى منصور في زيه كتير بس مش باين. انما هو مشكلته ان الراجل ده باين وواضح، لانه هو يعني برجه الظاهر برجه الجوزاء. انت عارفين طبعا برج الجوزاء وحكاية الجوزاء. فاحنا عايزين نقول الشلل دي لازم خلاص يا ريس، اللي عدى ال60 خلاص يقعد بقى على جنب كده ويرتاح، عشان في شباب طالعه كتير قوي عايزه تشتغل وعايزه تاكل وعايزه تنتشر. وخلوا الشباب بقى تاخد مجالاتها بقى. خلاص انت خدت زمنك، ما تطمعش في زمن الغير. نهاركم جميل، نهاركم سعيد، اسعد الله صباحكم.